اللي بتحب القرمشه، اسرع واحلى بسكوت ممكن تعمليه ب3 مكونات بس بطريقه اقتصاديه. بسكوت مقرمش وهش وطعمه خطير جدا. كوبايه من اللبن النباتي، عليهم كوبايه من الزيت، كوبايه من السكر البودر. هجيب 4 كوبايات من الدقيق متعدد الاستخدامات ويكونوا منخولين كويس. انزل بيهم شويه شويه علشان كل دقيق على حسب نوعه ما ياخد من سوائل بالشكل ده. هديهم رشه ملح صغيره، معلقه كبيره من البيكنج باودر. هقلب، هضيف باقي كميه الدقيق وهقلب. لميت بالشكل ده العجينه، والعجينه دي ما بتتعجنش، بتتلم بس بالشكل ده. هنبدا نكورها كده عشان العجينه تبقى معايا ناجحه. لما ادوس عليها بالشكل ده لا تتشقق ولا تفرول، يبقى كده العجينه مظبوطه. اشكل العجينه، هاخد كرات كده صغيره واكورها ما بين ايديا وابططها واحطها في السمسم من الناحيتين بالشكل الجميل ده. واجيب صينيه بالشكل ده وابدا ارصهم فيها. هندخلها الفرن على درجه حراره 180 لحد ما تاخد لون. ده بسكوت بيطلع مقرمش، بيحتاج نار هاديه. ده شكل بسكوت السمسم بعد ما خرج من الفرن، اخد اللون الجميل ده من تحت ومن فوق. هو بسكوت بيبقى مقرمش مش طري، مقرمش من بره وهش جدا من جوه. شايفين شكله عامل ازاي؟